لاعب مصاب، ممكن يصبر على رضا سليم الأول لحين العودة من الإصابة ويتم رفع اسمه من قائمة النادي الأهلي، ويتم رفع اسمه من قائمة النادي الأهلي. إنما يبيع لاعب مصاب دي أعتقد إن هي ما شفتهاش. أخويا وحبيبي النصر العالمي بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحلى كلام، كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اعمل لايك وصلى على النبي، صلى على حضرة النبي نور، اعمل لايك يا غالي. فانا حد قال لي من النادي الاهلي ان فيه كلام عن اصابة اشرف داري. طبعا انا واحد من الناس منتظر بقالي ساعة بالظبط نزول قائمة النادي الاهلي الرسمية. القائمة اللي انت شفتوها ديت مش حقيقية، قايمة مش حقيقية، لسه قايمة النادي الأهلي ما نزلتش. ولكن الأخبار اللي جات لنا أول حاجة استبعاد محمود عبد المنعم كهربا. أنا لسه يا جماعة مش متأكد من قصة إصابة أشرف داري. يا رب يا رب يا رب يكون الشخص أو الراجل اللي قال لي المعلومة دي تكون معلومة غلط، ولاقي أشرف داري في قايمة النادي الأهلي بكرة لمباراة النادي المصري. لو القايمة الرسمية نزلت على الموقع الرسمي للنادي الأهلي أو بيج النادي الاهلي او الاهلي اليوم مثلا وما لقناش فيها اشرف داري، اعرف ان الكلام صحيح وان اشرف داري اصيب. انا واحد من الناس هزعل جدا، لان انا بصراحه من ساعه اخبار عوده محمد عبد المنعم للنادي الاهلي في يناير وانا شايف خط دفاع النادي الاهلي موجود فيه اشرف داري وموجود فيه محمد عبد المنعم وموجود فيه محمد عبد المنعم. يعني اشرف داري، نظبط بس الإضاءة معلش يا جماعة. موجود فيه أشرف داري وموجود محمد عبد المنعم. أنا شايف كده، يعني أنا شايف خط دفاع النادي الأهلي. بقول لك إيه، محمد عبد المنعم يا جماعة راجع النادي الأهلي وبنسبة كبيرة جدا جدا في يناير المقبل. نفس عمر الساعي، أنا كمان والله العظيم نفس عمر الساعي. أنا شايف عمر الساعي لاعب كبير جدا، وكان في نادي الإسماعيلي كان مكسر الدنيا، وكان فاكهة النادي الإسماعيلي، وكان لاعب مؤثر جدا 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 في خط وسط نادي الإسماعيلي. فأنا بتمنى إن عمر الساعي ياخد فرصة مع النادي الأهلي. لاعب كده تحس إن من طراز حسام غالي، لاعب بيعرف يرقص، بيعرف يفوت، بيعرف يعدي، بيعرف يشوط، بيعرف يعمل أسيستات. أكرم توفيق لاعب كويس وكل حاجة وباور كبير في نص الملعب، لكن مش عايز لاعب يخبط ويرزع وجرينتا. أنا عايز لاعب فنان في نص الملعب زي إمام عاشور كده يصنع الفارق. يعني ما يبقى عندك مروان عطية وعلى يمينه مثلا عمر الساعي وعلى شماله امام عاشور في مركز 8، لا ممكن يدوا اضافه للنادي الاهلي. اخويا وحبيبي توفيق الغالي، لسه بنتكلم اهوت عن اصابه اشرف داري يا جماعه، لسه بنتكلم عن اصابه اشرف داري. ولكن برضه عشان ما اقولش معلومه انا لسه مش متاكد من الخبر، في حد قال لي ان في اصابه لاشرف داري. والله العظيم انا حاولت ان انا اتاكد من الخبر، بس الراجل لسه ما ردش عليا. يعني هو قال لي استبعاد كهرباء، وقال لي في احتمال كمان يتم استبعاد اشرف داري. لسه هنشوف، القايمه ما نزلتش، لو هي المفروض القايمه تنزل دلوقتي، بس انا بصراحه قلت عايز انام. وانا يعني قلت احاول استنى القايمه الرسميه تنزل، ولكن لسه ما نزلتش، فقلت اطلع ادردش مع حضراتكم شويه. اخويا وحبيبي سعيد هاني من افضل لاعب في العالم. انا شايف ان فينيسيوس لاعب كبير جدا ولاعب ليه ثقله في ارض الملعب. وبلينجهام برضو لاعب كبير برضو. نفسي لاعب وانا كمان والله العظيم يا اتش دي عم محمد السبكي، يبقى انا نفسي محمد علي بن رمضان يجي النادي الاهلي. كواليتي مختلف جدا جدا جدا. رضا سليم اصابته قطع جزئي في غضروف الركبه، قطع جزئي في غضروف الركبه. اعتقد يا توفي ان النادي الاهلي هيرفع اسم رضا سليم من القايمه كده. رضا سليم مش هيمشي. ليه؟ لأن اللي أعرفه طول عمري إن النادي الأهلي ما بيبيعش لاعب مصاب. اللاعب يتعالج الأول ونطمن عليه وياخد فرصة تانية في النادي الأهلي، وبعد كده يتم تسويقه، يمشي، يتم بيعه، يفسخوا عقده. إنما لاعب مصاب النادي الأهلي ما بيمشيش لاعب مصاب.
فإذا رضا سليم بنسبة مثلا 90% هيتم رفع